مساء الفل. عندي برد فالصوت ممكن يكون غريب شويه، ولكن معلش استحملوني. من كام يوم اشتهر مشهد من مسلسل لبنت راحت للثيرابيست بتاعتها بتحكي لها ان هي حست باذى من اهلها لان هم ما كانوش بيدعموها بشكل كافي، وصورت الدعم ده بالنسبه لها في ان كل الاطفال اللي كانوا معاها في التمرين كان بيجي معاهم باباهم ومامتهم ويشجعوهم وكده، الا هي كانت بتكون لوحدها. فانا صراحه ما اتفرجتش على المشهد، ولكن كان في تعليقات كتير قوي على المشهد ده، ومن ضمن التعليقات التعليق اللي هنشوفه دلوقتي. لو انا فهمت فكره البوست صح، فالفكره الاساسيه ليه ان احنا نحاول نشوف الحاجات الحلوه اللي اهلنا بيعملوها لينا من غير ما نعتبر ان دي حاجات بديهيه او مسلمه، ونحاول زي ما احنا شطار قوي في ان احنا نشوف الوحش كمان نشوف الحلو. اعتقد ان هي دي كانت فكره البوست الاساسيه، ولكن انا بالنسبه لي الصيغه اللي اتصيغت بيها الكلام كانت صيغه غلط تماما. فهنتناول البوست ده في دقائق معدوده. اول حاجه احنا زي ما قلنا ان فكره البوست اصلا ان احنا نكون ناس حياديه، زي ما بنشوف الوحش نشوف الحلو. جميل. انا بالنسبه لي الفكره دي انهارت مع اول كلمه جيل اتقالت في البوست. انت عندك اتقال كلمه جيل اكتر من 4 مرات، تعميم بشكل كبير قوي على جيل كامل، وجنب التعميم ده كله صفات سيئه للاسف. يعني جيل ناكر، جيل جاحد، جيل سيء. فازاي احنا بنخاطب فئه بنقول لهم لو سمحت زي ما بتشوف الوحش شوف الحلو، واحنا مش قادرين نشوف فيهم ميزه واحده؟ يعني احنا بنعمم بشكل كامل على جيل وبنعمم كل التعميمات السلبيه. فازاي؟ ما علينا. جيل شايف ان ابوه وامه ما لهمش فضل عليه، لانه زي ما بيتقالوا انه جه الدنيا برغبتهم مش برغبته، وان هما موجودين هنا بس لخدمته وتحقيق احلامه بدون اي اعتبارات تانية. حلو قوي، انا ما عنديش مشكله مع الكلام ده. انا عندي مشكله مع حاجه واحده، ان كاباء وامهات عموما بنسقط كده من دماغنا حاجه مهمه قوي. انت من اول ما عرفت ان انت هتكون اب، او انت من اول ما عرفت ان انت هتكوني ام، من اللحظه دي انت بتحب طفلك اللي جاي، او انت بتحب طفلك اللي جاي. ما تعرفش شكله، ما تعرفش شخصيته، ما تعرفش طبعه، ما تعرفش اي حاجه غير ان الحد ده هيكون ابنك. بتحبه من غير ما تعرف عنه اي حاجه خالص. انت بتبقى متصور ان ابنك بيبادلك نفس الحب ده، ولكن ده مش حقيقي. انت مفطور ان انت تحب ابنك، بس ابنك مش مفطور على ده، وده اصلا عاده ما بيجيش في دماغنا. يعني احنا بنبقى متخيلين ان اوكي ما دام انا بحبه يبقى كده هو بيحبني، ولكن ده مش حقيقي. احنا عارفين ان تقريبا كل امر شرعي، مش تقريبا، هو في التعميم بشكل مطلق، كل امر شرعي لازم يكون تقيل على قلبنا. مفيش امر شرعي سهل. الصلاه مش سهله، مش سهل ان انت تواظب على الصلاه، مش سهل ان انت تصلي كل يوم. الحجاب مش سهل، مش سهل ان انت تاخدي خطوه زي الحجاب. غض البصر مش سهل، مش سهل ان الانسان بشكل عام يغض بصره. حاجات كتير جدا كلها امور شرعيه وكلها مش سهله على قلبنا. من ضمن الامور الشرعيه دي هو الامر بالبر. فالبر مش سهل. مش سهل ليه بقى؟ لان هو ما اتولدش بيحبك. لانه لو كان اتولد بيحبك هيكون الموضوع سهل عليه، سهل قوي ان انا ابر حد انا بحبه، ولكن هو امر بالبر حتى لو مش بيحبك. يعني نفصل دي عن دي. فمحتاجين كاباء وامهات، او كاباء وامهات مستقبليا، يعني نقعد نفكر كده لمده 5 ثواني، انا هعمل ايه لابني علشان يحبني؟ ما ينفعش ابقى حاسس ان هو هيحبني لمجرد ان انا ابوه. لا، ده ما بيحصلش. تاني حاجه، جيل ما بيفكرش كام شغلانه بيشتغلها ابوه، ولا كام ساعه بتقف على رجليها امه علشان يلاقي فلوس واكل وعلاج وتعليم. حلو قوي. احنا هنا وصلنا لنقطه مهمه جدا. هل احتياجات الانسان الاساسيه اللي هي الاكل والشرب والتعليم اهم من الاحتياجات التانية اللي هي ممكن تكون عند البعض رفاهيه، اللي هي الامان والحب بقى والحاجات دي؟ كان في عالم نفس، انا مش فاكره اسمه صراحه، العالم ده قرر ان هو يعمل تجربه يقيس فيها هل احنا احتياجاتنا الاساسيه اهم من احتياجاتنا العاطفيه. فجاب قرد لسه مولود وحطه في قفص. القفص ده كان فيه هيكل لقردين. قرد الهيكل بتاعه او الجسم بتاعه قاسي وبارد، ولكن عنده الاكل والشرب. والقرد التاني الجسم بتاعه دافي وملمسه مريح جدا. وحط القرد بقى في القفص ده وسابه يتعامل. طبعا اي مخلوق احتياجه الاساسي هو الاكل والشرب من المقام الاول، فكان البديهي ان القرد الصغير يروح عند القرد اللي عنده الاكل والشرب ويقعد عنده بس لحد ما ياكل ويشرب. مجرد ما خلص اكل وشرب يروح عند القرد اللي بالنسبه له مصدر امان. لحد هنا ممكن يكون الكلام طبيعي، ولكن لما قرروا ان هم يصعبوا التجربه شويه، جابوا قرد شكله مخيف شويه، هيكل قرد شكله مخيف شويه، وبدأ يتحرك في القفص كله، بحيث ان القرد الصغير يختار طرف من الطرفين. القرد الصغير في خلال لحظات كان اختار الطرف اللي بالنسبه له بيمثل الامان. ما اختارش الاكل، ما اختارش الشرب، وبدأ احتياجاته العاطفيه اللي هي بالنسبه للناس رفاهيه عن الاحتياجات الاساسيه. مع تكرار التجربه دي اكتر من مره كان بيحصل نفس النتائج. فهنا هنوصل لحاجه لذيذه جدا، ان والله ابنك مش محتاج منك الاكل والشرب بس. اي انسان في الكون مش محتاج الاكل والشرب بس، مش بس الاطفال. فما تقنعنيش ان مجرد ابويا وامي بياكلوني وبيشربوني ده بالضروره ما يسببليش ازمه نفسيه، لان في احتياجات تانية للانسان لازم بشكل ما يشبعها في البيئه الاساسيه بتاعته، عشان لما يكبر ويخرج للعالم يبقى انسان سوي وشايف ان هو محبوب، ما يبقاش بيدور على الحب ده في اي حته وفي اي مكان، خصوصا في سن المراهقه. تمام؟ نيجي بقى للنقطه اللي بعدها.
جيل مش بيبص للي في ايده من نعم، لكن دايما بيفكر في اللي ناقصه عشان يزود عنده الشعور بالجحود. احنا هنا بنتكلم في نقطه الجحود. طيب ايه اللي ممكن يخلي حد مش قادر يشوف حتى فضل ربنا عليه او فضل اهله عليه؟ اسباب كتير جدا لا حصر لها، مش مجرد الكلام اللي ممكن يتقالك وانت عندك فوق ال 12 سنه ده اللي هيخليك تحس بالجحود. لا، الموضوع بيبدا من بدري قوي. بيبدا مثلا ما تلاقي البيئه اللي انت فيها اللي هي اسرتك محدش فيهم راضي عن حاجه. يعني مثلا باباك مش راضي عن شغلانته، مش راضي عن حياته، مش راضي عن جوازته من الاساس، مش راضي عنك، مش راضي عن اي حاجه حواليه، وطول الوقت بيتنمى فيك احساس ان انا اصلا هكون راضي عن حاجه ازاي اذا كان الكبار بالنسبه لي واللي انا بعتبرهم مثلي الاعلى في كل حاجه مش راضيين عن اي حاجه. ازاي؟ مش بقول ان بالضروره ان كل شخص عنده صفه الجحود يبقى بالضروره ابوه وامه كانوا كده او البيئه اللي حواليه كانت كده، لا، ولكن ما دام قلنا الصفه يبقى نقول ان ده برضو ممكن يكون احد اسبابها. فما نجيش نلبس كل حاجه للجيل ونطلع نجري، احنا اللي بنربي الجيل، فجزء من غلطات الجيل ده لازم احنا كمان نتحملها. تمام؟ ندخل على النقطه اللي بعدها. اي حاجه بيعملها الاب والام يتقال عليها واجب، لكن الابن مفيش عليه اي واجبات. التمرين مش واجب، المدارس الخاصه مش واجب، الفسح مش واجب، حتى الدروس مش واجب. حلو قوي. المدارس الخاصه مش واجب، التمرين مش واجب، كل الحاجات اللي عماله تتعدي دي هي فعلا مش واجب. ابنك ما قالكش ان هو عايز يروح مدرسه خاصه. مين اللي عايزه يكون في مدرسه خاصه؟ مين اللي عايزه يختلط بمجتمع تاني احسن وارقى؟ مين اللي عايزه يحطه في طبقه اجتماعيه تانيه حتى لو ما كانش الطبقه دي اصلا احنا عايشين فيها؟ مين اللي عايز كل ده؟ مش ابنك. يعني ابنك لا حول ولا قوه به، بتحطه هنا بيتحط، بتشيله من هنا بيتشال. فدلوقتي مين اللي بيكون عايز ده؟ انا اللي بكون عايز ده. انا بعوزه ليه؟ علشان انا بحبه وعايز يكون في احسن مكانه واحسن حته ويعيش حياه انا نفسي ما عشتهاش، وده شعور طبيعي جدا. ولكن انت محتاج بقى هنا توصل لابنك ان الافعال دي تساوي ان انا يا حبيبي بحبك. انت بتبقى مستني ان هو هيفهم ده. طب ما هو فاهم ان انا بتعب وبشتغل 3 شغلانات وطالع عين اهلي علشانه ومش عشان اي حد تاني. لا، هو مش فاهم ده. الحاجات اللي انت بتقولها دي يفهمها الكبير الناضج اللي فوق مثلا 15 سنه 14 سنه، ولكن طفل تحت ال 12 سنه هيفهم ده ازاي؟ يعني احنا الكبار بنحتاج افعال علشان نثبت الكلام. يعني انت لو بتحبني فانت محتاج تثبت لي ان انت بتحبني. لكن الصغيرين بيحتاجوا الكلام، مش بيحتاجوا الفعل بشكل مباشر على قد ما بيحتاجوا الكلام. هو ده السن اللي انت المفروض تنمي فيه اتجاه ابنك ان يا حبيبي انا بعمل كل ده عشانك، انا بحبك، انت حد مهم بالنسبه لي، مهم بالنسبه لي ان انا اشوفك في احسن مكان في الدنيا. ما تستناش منه انه يفهم ده لوحده، لان عمره ما يفهم ده غير بعد ما يمر بكذا صدمه، بعد فتره المراهقه، ويبدا بقى يحس هو ايه ده فعلا كانوا بيحبوني، بس هيحس متاخر. فليه؟ يعني خساره ان ابنك يكبر وهو حاسس ان هو مش محبوب، وان هو بس ابوه وامه بيعملوا كده عشان عايزين يتفشخروا بيه قدام الناس. لو ناخد من وقتنا ساعه واحده هنصلح مفاهيم كتير جدا عند عيالنا من غير ما تكبر بقى وتقلب بتروما وحاجات، ندخل في سكك كتيره قوي كانت بس حلها ان احنا نقعد لمده ساعه لو حتى في الاسبوع. وده اللي يخلينا بقى نروح النقطه اللي بعدها. اغلب الاباء والامهات بياخدوا من وقتهم وصحتهم علشان يعملوا اكتر من الواجب بمراحل. جميل قوي، كتر خيرك، اقسم بالله ليك كل الدعم وليك كل الشكر وليك كل الاحترام والتقدير، ولكن ما زلت برضو مصره ان ابنك مش هيفهم ده غير لما انت تقوله له. خليك عارف ان انت بتتعامل مع طفل، انت مش بتتعامل مع حد كبير، فمحتاج توصل له الافعال اللي انت عمال تعملها دي مش بشكل بقى يحسسه ان انا بضحي والله عشانك، ده انا بشتغل في كذا شغلانه انت مش حاسس بيا. ان التضحيه اصلا مش هيبقى ليها معنى لو اتقالت، بتبقى رخمه جدا. لا، احنا محتاجين نقول ده بشكل يحسسه بالاحتياج اللي هو عايزه فعليا. قد يبدو ان الحاجات دي ممكن تاخد وقت، يعني ممكن ناخد وقت ان احنا نوصل لابننا الكلام ده، ولكن الموضوع ابسط من كده. اضعف الايمان لو قعدت مع اولادك ساعه واحده في الاسبوع. ما تقنعنيش ان مفيش انسان مش فاضي ساعه واحده في الاسبوع لعياله، نقعد ونتكلم بكل هدوء ومن غير زعيق ومن غير شخط ولا نطر ولا اي حاجه خالص، نتكلم نضحك نهزر نحكي عن اي حاجه. الساعه دي كفيله انها تنسي ابنك اي حاجه وحشه، كفيله انها تصحح له المفاهيم اللي ممكن يتلقاها من الاعلام او من التلفزيون او من اي حاجه تانية اللي بتدعم عنده فكره ان انت اصلا محدش مهتم بيك. ما تسيبش ابنك يسرح بدماغه وبخياله في افكار وهميه وتيجي في الاخر تقول والله انا مش عارف هو ليه شايف ان انا ما بحبوش. ندخل بقى عند النقطه اللي انا اصلا بعمل عشانها الفيديو ده من الاساس. اما يجيلك واحد مش فاكر جري ابوه بيه على الدكاتره وهو تعبان، ولا الاكل اللي جابه له، ولا الهدوم اللي لبسها له، وفاكر انه كان مشغول انه يجيله التمرين، ساعتها المفروض تقعد معاه وتفهمه ان ده جحود ونكران للجميل، وان يفهم كميه المجهود اللي ورا الحاجات اللي بيلاقيها على الجهاز. لكن للاسف بعض اللي بيتقال عليهم سيرابيست محتاجين لسيرابيست. حلو قوي. انا كسيرابيست ليه ما ينفعش لما حد يكون بيحكي لي حاجه، عميل يجي لي بيقول لي ان هو مش شايف ان اهله بيحبوه، مش مقدر اي حاجه لاهله خالص، ويبرر ان ده كله بسبب ان هم ما كانوش بيجوا له التمرين عشان يسقفوا له ويقولوا له برافو عليك يا حبيبي. ليه ما ينفعش بقى اقول له ان انت كده جاحد وناكل للجميل؟ اولا في المقام الاول احنا كبني ادمين عموما ما ينفعش نحكم على شعور بعض. يعني ايه؟ يعني انت مثلا حصل معاك موقف النهارده وجاي تحكيه لي والموقف ده ضايقك جدا، ما ينفعش اقول لك
انت على فكره مكبر الموضوع، انت اوفر. ليه؟ لان انا مالي، هي مش مشكلتي، هي مشكلتك انت. وفي العلاج النفسي الف ب معيار تحديد المشكله هو العميل او المريض او الحاله اللي قاعده قدامك. الشخص اللي قاعد قدامك هو اللي بيحدد ايه هي المشكله بالنسبه له. لو انا جه شخص بيقول لي والله انا ازمه حياتي ان اهلي ما كانوش بيسقفوا لي في التمرين، مش هقلل من مشكلته. ما يا حبيبي هي مسببه لك مشكله وهي مسببه لك ازمه، اذا هي مشكله، انا مالي. يعني انا رايي ده هحتفظ بيه لنفسي حتى لو انا كنت المعالج بتاعك. ثانيا بقى وده الاهم، ان انت جايلك شخص انت تقريبا ممكن تكون اخر امل ليه في الحياه، شخص هيحكي لك كل اسراره، كل حياته، كل تفاصيله الصغيره جدا اللي يمكن اقرب الناس ليه ما يعرفهاش اصلا، شخص هيخليك عينه اللي بيشوف بيها الحقيقه اللي هو لسه مش قادر يشوفها. فانت متخيل هو حطك فين؟ حطك في حته عاليه قوي، ففجاه انت تيجي تقول له والله العظيم انت حد جاحد وناكر للجميل وانت عاق وغير بر باهلك وروح انتحر. ده اللي بيحصل فعلا. واخر حاله انتحار في المجال كانت بسبب ان طبيب كان بيعنف الحاله بتاعته فراح انتحر. انا ده مش دوري ان انا اعنفك او ان انا اطبطب عليك، انا مش دوري الحاجتين مطلقا. الدور ده ممكن يلعبه صاحبك، ممكن يلعبه ابوه او امك، لكن انا ما العبش الدور ده. وانا قلت من شويه ان ما ينفعش ان انا اقيم مشكلتك، ما دام انت حددت ان هي مشكله اذا هي مشكله وهناخدها في الاعتبار. فمن باب اولى ان برضو ما ينفعش اقيمك كشخص. انت لو حد سيء جدا فيك كل العبر، انا كمعالج من اخلاقيات مهنتي ان مستحيل 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 اقيمك، انت مش اوتفيت. فانا ما ينفعش اديك تقييم واقول لك والله انت كده شخص يعني ضايع خالص، ما ينفعش. امال بقى انا ايه دوري؟ بعيدا بقى عن الدراما والتلفزيون والحاجات دي كلها، المعالج بيعمل ايه في حاله زي كده؟ انا جاي لي عميل شايف ان اهله ما عملوش اي حاجه حلوه ليه وان هم سبب كل المساوئ اللي في حياته. فانا هنا محتاجه حاجه واحده قبل ما ابدا اي علاج اصلا، او في خلال ما انا بشتغل على المشكله اللي هي بالنسبه له مشكله، نشتغل على حاجه واحده في البدايه، ان انت محتاج عينك دي تكون شايفه الامور بواقعيه. يعني ايه بواقعيه؟ يعني والله مفيش اهل اسوياء هيكونوا عملوا الوحش بس، مستحيل. اكيد هيعملوا لك حاجه حلوه، اكيد في حاجه حلوه اتعملت كده في النص. فده بيحصل ازاي؟ من خلال مثلا الجلسات وانت بتحكي في موقف حلو كده حكيته وانت اصلا مش مدركه ومش حاطه في الاعتبار، او حتى مش شايف ان هو حلو، فانا انبهك لا بص عملوا لك كذا، مش من الطبيعي ان كل الاهل يعملوا كده. نبدا نشتغل على النقطه دي كذا مره، ان بدل ما انت كنت شايف ان كل حاجه سودة هتبدا تنزل لحد ما تشوف الامور بواقعيه، تشوف الحلو وتشوف الوحش. انا ولا هعميك عن الحلو ولا هعميك عن الوحش، دايما انا ولا هطبطب عليك واقول لك انت كنت ضحيه انت فعلا معاك حق، ولا انا هعنفك واقول لك انت ازاي انسان بشع قوي كده. وخطوه ان انت تشوف الامور بواقعيه مهمه جدا في اي حاجه. يعني انا شايفه ان البوست ده ما كانش هيتكتب اصلا لو كنا شايفين الامور بواقعيه. يعني ايه المشكله لو انا اهلي كانوا السبب في ازمه ليا في وقت من الاوقات؟ ايه المشكله؟ اصل ايه المشكله ان انسان يأذيني؟ اصل هو انسان ممكن ان هو يصيب في حاجه وممكن يخطئ في حاجه تانية، مفيش مشكله، بس الاذى ده لازم يكون في النطاق الطبيعي. يعني ايه النطاق الطبيعي؟ النطاق الطبيعي ان الاذى ده يكون حصل من غير قصد. مفيش اب وام اسوياء مطلقا هيأذوا عيالهم هم قاصدين ان هم يأذوهم مطلقا، بل بالعكس. بعض الحالات لما بنطلب منهم ان هم يقعدوا يتكلموا مع اهلهم عن الحاجات اللي هم شايفين ان هي سيئه وعلمت معاهم قوي، بنلاقي الاهل بتعيط وازاي انت حسيت بكده؟ انا ما كانش قصدي ان انا احسسك بكده اصلا، انا كنت بعمل كده علشان مثلا انا عايزك احسن مني وي وي وي، وبتبدا تتضح الرؤيه بشكل اوسع. فاحنا محتاجين نتقبل الاذى مبدئيا، بعيدا عن اي حاجه محتاجين كبشر نتقبل الاذى، لان احنا بنيجي عند نقطه الاذى انا اتاذيت حبيبي، ما عادي، ما انت متوقع ايه؟ احنا كلنا ممكن نأذي بعض، انا ممكن اكون الشرير في روايه اي احدهم وانت كمان، فمفيش مشكله مع ده. وفي حاجات كتير جدا وفنيات كتير جدا بيستخدمها المعالج بشكل اللي هو شايفه اصح في الجلسه او اصح مع العميل اللي قدامه. فاللي عايزه اقوله ان العلاج النفسي مش حاجه زي ما الدراما بتصورها لنا او حتى السوشيال ميديا بتصورها لنا، ان انت حد هيجي يقعد يحكي لي كلمتين وانا في اخر الجلسه هقول له معلش والله واستحمل وكده. لا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع فيه مدارس ونظريات علاج وفنيات ومحاكات تشخيص وحاجات كتيره جدا عشان بس اقدر اساعدك ونتخطى الازمه اللي انت فيها. وانا كده خلصت، واتمنى لك حياه لطيفه بها اقل قدر ممكن من الاذى النفسي او الجسدي، وشكرا.